السلام عليكم خواتاتي خوتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله بنتلاقاو مع بعضياتنا واحد الكيكات فرديين تيجيو زوينين هكا وخفافين للوليدات اللي بغا يدي معاهم الوليدات للمدرسه ولا ياخذوا في الدار هكاك مع كويس ديال الاتاي ولا ديال القهوه. تيجيو زوينين. نخليكم مع الفيديو. بسم الله. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندنا هنايا المقادير. عندنا 2 ديال البيضات، واحد الخماره حمراء، واحد الفاني، نص كاس زيت، نص كاس سكر، خاص يبان لكم كاس عمر هذا راه حيت صغير، كاس ياغورت، تفاح 2 ولا 3 على حسب، وعندي واحد الحامضه كنحتاج غير الماء ديالها، طحين على حسب الخليط، وعندي هنايا ليمون مدهونين بالزبده ومرشوشين بالطحين. بسم الله. هنا نسبق التفاح هو الاول، غادي نوجدو ونقطعو هكا شرائح ونخليه على جنب. نعصر فوقو داك الحامضه اللي قلت لكم وداك الماء ديالها. كنحتاج منه واحد شويه، واحد المعلقه كنديرها في الكيك، وواحد شويه ندهن به التفاح باش ما يوليش كحل. صافي. هنايا رجت التفاح ديالنا، درت فوقه شويه ديال العصير الحامض وغادي نخليه على جنب. صافي. هنايا غادي نوجدو مع بعضياتنا الكيك. هنا درت 2 بيضات، واحد القبيله ديال الملحه ما كتبانش. هنا غندير هذاك الفاني، هنا غندير السكر ونستمر في التخليط مزيان. تنخلطو مزيان في هذه المرحله باش يذوب لنا السكر، ما يبقاش حبيبات. كنخلط مزيان وكنضيف الزيت. كنخلط مزيان تينسجم الزيت مع البيض مع السكر مع الفاني. من بعد غادي نزيد الياغورت. دابا غادي نزيد هاد الياغورت. غادي نستمر في التخليط مزيان حتى ما يبقاوش يبانوا لي هذوك التكتلات ديال الياغورت. نخلط مزيان في هذه المرحله مزيان تينسجموا العناصر مع بعضياتهم مزيان. انا ما قطعتش اللقطه باش البنات الصغار اللي كيتعلموا يشوفوا اللقطه كامله، ما نقطعوش باش ما يفهموا والو. البنات الصغار اللي كيتعلموا صافي، اما تبارك الله العيالات الحاليين راهم كلشي عارفينه، على البنات الصغار وصافي. صافي. هنا غادي نزيد الطحين، واخا مغربل غادي نعاود نغربلو مره اخرى. غادي ندير فيه خماره واحده من وزن 8 غرام، وغادي نبقى نضيف بشويه بشويه. تيبقى الطحين على حسب الخليط، كل طحين وكيف داير، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما تيشربش. انا هنا ما كنعبرش الطحين، هزيت نص زلاف صافي غربلته صافي ما عبرتش. كل مره شحال كيتهز لك هاد المقادير هادو. صافي. غادي نستمر هكا كنبقى نخلط مزيان. هاد الكيكات فرديين ولا ميني كيك راه كيجيو زوينين واقتصاديين وصغارين هكا، اللي بغى شي ولا يقدر يديه مع المدرسه ولا ياكلها هكاك في الدار مع كويس الحليب ولا اتاي ولا كتجي هكا خفيفه وزوينه. غا تيهزها مقطعه مصوبه. صافي. هنا هذا هو الخليط اللي بغينا.
صافي هذاك الطحين جاني هو هذاك، ما خصني والو. صافي هنا صافي كملت تخلاط. غادي نجيب الليمون ديالنا ونديرو فيهم واحد 2 معالق ولا معلقه ونص على حسب المعلقه واش كبيره. هنا انا درت 2 معالق. الليمون كيف ما قلنا مدهونين بالزبده مزيان او الزيت على حسب. انا هنا دهنتهم بالزبده، ونغبروهم بالطحين مزيان باش ما يلصقوش لينا. وكنستمر هكا تنبقى نديرو معلقه ونص ولا 2 معالق. انا كما قلت لكم درنا 2 معالق. هاد المعلقه راه ما كبيراش بزاف، الا كانت معلقه كبيره شويه نديروها 1 ونص باش ما يفيضوش لينا. صافي هنا غادي نستفو فوق التفاح ديالنا. نحطو هكا وحيده حدا وحيده. غادي نستمر هكا نستف التفاح ديالنا حتى كنكملهم كاملين. وغادي نحيد هاد المول، هاد الصينيه هذه ديال البلاستيك. غادي نجيب واحد المول ديال الفران، المول ديال الحديد، ونستف فيه هاد المول وندخلهم الفران. ما نحطهمش هكا منهم الفران، لا كنديرهم في الطاوه ديال الفران وتندخلهم. كندير انا الفران بارد وكنشعل عليه كاع في الكيكات كاملين، كنشعل وكنخليها تطيب وصافي ونجبدها. صافي هنايا ملي سالينا التفاح كامل طيب ان شاء الله، ونرجعوا مع بعضياتنا نشوفوا النتيجه النهائيه. صافي هنا من بعد ما طابوا لينا الكيكه ديالنا ولا ميني كيك الواحد شنو كيقول لهم. هنا عندي واحد شويه ديال المربى. هنا عندي انا المربى ديال الفريز، هذا كعاقد ديال الماكله ماشي ديال الحلوى. كون كان ديال الحلوى يكون احسن، ما تواجدش عندي في هذيك اللحظه وصافي درت اللي كاين في الدار تنقضيو به وصافي، ما نبقاوش نقلبوا على اللي ما كاينش عندنا في الدار. المهم دهنت ليهم الوجه ديالهم والجنيبات من بعد ما خرجوا من الفران. انا عندي هنا الفرانتيه واحد الجهه كتحمر بزاف، جات واحد الجهه محمره بزاف، وكندردر ليهم الجناب ديالهم بالكاوكاو مهرمش ولا اللوز مهرمش. انا هاد اللقطه ما تصوراتش ليا، دابا تشوفوها. ها هما النتيجه النهائيه ان شاء الله. نتمنى تعجبكم، نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساونيش من لايك وتعليق زوين. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. في امان الله وحفظه.